الله الرحمن الرحيم. النهارده بإذن الله الفيديو الأخير من شرح برنامج بارتيشن ويزارد للتقسيم والتحجيم. صل على محمد. للتقسيم والتحجيم وكده. وفي نفس الوقت أنا النهارده كل ده اللي فات ده أنا شرحته لك قبل كده، تقسيم وتحجيم والحفاظ على الداتا والكلام ده كله. طيب نفترض بقى إن أنت النهارده وليكن مثلا كنت بتثبت ويندوز جديد، والويندوز وأنت بتقسم السي والدي وكده حذفت الهارد كله. ازاي بقى ترجع الهارد بتاعك تاني بالتقسيمة بتاعته تاني، افلام والعاب وقرآن مثلا؟ هترجع الحاجات دي كلها ازاي؟ فانا هعمل لك شرح عملي قدامك دلوقتي. تمام، نفترض ان الهارد ده عليه داتا ولا مفيش عليه داتا. بارتيشن الاف فيه عليه داتا اهي، بارتيشن الاي عليه برضو داتا. تمام، وبارتيشن الدي ده اللي هو السي اصلا يعتبر هو اللي فاضي، نعتبر ان عليه داتا برضه اهو مثلا كوبي، وادي ايه البستاية الجميلة كده. الهارد بتاعنا ده عليه داتا صح كده. نفترض ان هي دي الداتا بتاعتك، وانت بتثبت ويندوز جديد رحت داخل عامل ديليت لكل الداتا اللي موجودة عندك، وليكن مثلا ديليت زي كده اهي، ديليت اوكي، وادي الابلاي الجميل اهو كده. واخد بالك انا كده عندي الهارد مفيش خالص اهو، وبعد كده يس اهي كده هو قسم لي الهارد والداتا كلها طارت اللي كانت موجودة عندي، سواء بقى 1 جيجا 100 جيجا 2 تيرا 10 تيرا 4 تيرا كده كله طار. قال له كده اهي. تمام، طيب هنرجع الداتا ازاي؟ بالتقسيمة بتاعة الهارد ديسك ازاي؟ بالويندوز اللي كان عليه، بالداتا بقى الأغاني والأفلام والقرآن والإسلاميات والألعاب، كل الداتا اللي كانت موجودة هنا هنرجعها ازاي؟ هقول لك يا حبيبنا هنرجعها ازاي. مبدئيا احنا لو طلعنا هنا كده بره هتلاقي اصلا الهارد خلاص بتاعك بخ على كده. تمام، يلا ركز بقى معايا كده وانا اقول لك هنرجع الداتا ازاي دلوقتي. نكمل يا حبيبنا كده. احنا افترضنا ان الداتا بتاعتنا كلها طارت. تمام، انا كده بس يا دوبك رستارت الجهاز. هفتح لك برضو الداتا تاني ونشوف هل البارتشنات اصلا موجودة ولا لا. كده انا دخلت من الاول صل على عليه محمد. الصلاة والسلام. هندخل هنا على البارتيشن ويزارد. بارتيشن ويزارد هيفتح معانا بالشكل اللي هيظهر قدامك دلوقتي يا مسهل. هتلاقي الهارد ديسك بتاعك انلوكيتد، يعني غير مهيأ او في غيبوبة. تمام، خلينا بالايه بالبلدي كده. كده الهارد بتاعك جاهز انه يتقسم من الاول وجديد، لان انت ده شملته وانت بتثبت ويندوز. طيب عشان نرجع الداتا بتاعته نرجعها ازاي؟ نرجع التقسيمة بتاع الويندوز الجي بي تي مثلا، والافلام والاغاني والالعاب والقصص دي. بص يا حبيبنا، مبدئيا هتقف هنا كده على القائمة دي، كليك يمين، بارتيشن ريكفري، بارتيشن ريكفري كده. مبدئيا النقطة دي مهمة قوي، فمش عايزين اختراعات. انا هختصر لك واقول لك اعمل كذا، امشي ورايا هتلاقي الداتا بتاعتك رجعت بالتقسيمة بتاعتك رجعت من غير اي افتكاسات خالص. تمام، بص يا حبيبنا هتختار فول ديسك زي ما هي كده، وتديها هنا ايه. طبعا انت بتختار الهارد ديسك بتاعك، انت ممكن يكون في عندك 3 4 هاردات هنا، فانت اتاكد انك مختار الهارد صح، لان كده كده انت بتبقى مختاره من هنا يعتبر. هيظهر هنا معاك الهارد ديسك بتاعك، اتأكد ان اللي انت عايزه ده مظبوط، هو ده اللي انت بتدور على الداتا بتاعتك فيه. بعد ما تختاره نكمل يا باشا. بعد ما تختار الداتا بتاعتك او الهارد بتاعك اللي اتفرمت قبل كده، هتضغط على كلمة نيكست بعد ما تختار فول ديسك. تمام، ادي النيكست الاولاني اهو، وبعد كده بتختار هنا كويك سكان. كويك سكان ده هيعمل لك فحص على السريع عشان يرجع لك البارتيشنات بتاعتك بالداتا اللي عليها. إذا جربت الوضع ده وكملت من هنا وما ظبطش معاك، هتبقى تختار فول ديسك، ده بياخد وقت كبير شوية. تمام، فأنت تختار فول سكان وتختار نيكست زي كده. بيقول لك التقسيمة اللي الهارد كان عليها قبل كده جي بي تي اهي اي اف اي، والبارتيشن الأولاني كان 100 جيجا اهو صح كده. البارتيشن التاني كان 200 وكذا. البارتيشن التالت استنى 200 ايه، كان 94، كان 70 جيجا. التاني 70 جيجا، وده 66 جيجا، وده 100 جيجا. تمام، تختار البارتيشنات اللي انت عملت لها حذف. انت ممكن تكون عملت حذف للدي بس وسبت الباقي، فاهمني؟ تختار بس اللي انت عايزه مثلا زي كده، هيرجعهولك ويربطهولك مع الهارد بتاعك هنا ويجمع لك الدنيا تاني.
تمام. فانت تختار الكل زي كده، لان احنا مدشملين الهارد كله انلوكيتد اهو، صح؟ تمام. وتروح عامل له فينش كده، ظهرت لي التقسيمه هي بتاعتي. تمام. هضغط مثلا هنا وليكن على البارتيشن ده وكليك يمين، اكسبلورر كده، جاب لي الداتا موجوده جوه اهي، من غير ما نعمل ريكفري للداتا نفسها. انا عملت ريكفري بس للهاردات للبارتيشنات، فاهمني؟ جاب لي البارتيشنات وجاب لي الداتا بتاعتي كمان جواها. الطريقه دي اللي انت هتروح بيها عند اي حد بتاع صيانه يقول لك 3 4000 جنيه والكلام ده. تمام. بغض النظر بقى يعني في برامج تانية وقصص تانية. تمام. فملناش علاقه بكل القصص دي. المهم الداتا بتاعتك رجعت، التقسيمه بتاعتك رجعت. طيب يلا يا عم احفظ لي الشغل ده. تحفظه ازاي؟ هتعمل هنا خروج، تمام، وتروح عامل ابلاي كده. هيجيب لك رساله هنا بيقول لك انت عايز تحفظ الهاريه اللي انت قريتها دي؟ موافق، اتفضل، يس. هيخلص، هياخد وقت شويه على حسب الحجم والداتا اللي موجوده عندك هنا. تمام. وبعدها فينش. اوكي. تعال بقى ايه، ندخل على الداتا ونشوف الدنيا عندي هتبقى ماشيه هنا ازاي. هندخل يا باشا بقى نكمل ونشوف الداتا بتاعتنا رجعت ولا لا. هيظهر لي هنا البارتشنات بتاعتي اهي اللي انا رجعتها. تمام. وتيجي بعد كده على الداتا بتاعتك، هتفتح مثلا وليكن ده، هتلاقي الداتا بتاعتك موجودة. البارتيشن التاني اهو، برضو الداتا برضو موجودة، وطبعا شغالة، مفيش حاجة اسمها مثلا لا مش شغالة او فيها مشاكل او كده، لا شغالة اهي، الامور تمام، مفيش اي مشاكل، واضحة الدنيا اهي. وادي البارتيشن ويزارد اشتغل من جوه الهارد نفسه. تمام. والداتا بتاعتك اهي، فين ايوه، كل حاجة ظاهرة. تمام. دي الطريقة الصح ان انت ترجع بيها الداتا بتاعتك بالتقسيم بتاع الهارد ديسك كمان. تمام كده. بس ده كده معلش شرح 7 دقايق بس، هي طولت مني شوية بس عشان اشرح لك الدنيا صح. كده احنا يعتبر خلصنا البارتيشن ويزارد بكل الحاجات المهمة اللي فيه. طبعا في استرجاع مخصص للداتا فقط، من هنا داتا ريكفري، بس كفاية عليك البارتيشن ريكفري ديت اهم حاجة. تمام. خلي ايه الباقي ده سيبك منه، كبر دماغك، لان هي في برنامج اصلا مخصص تبع ميني تولز داتا بارتيشن ويزارد اسمه ميني تولز داتا ريكفري. تمام. ده هنبقى نشرحه بعدين. السلام عليكم.